نستهل فعاليات هذه الدورة إن شاء الله بآيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا المقرئ طاهر الحنصلي عضو المجلس العلمي المحلي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. نصره الله وإياكم. مرة أخرى أجدد الترحاب بكم بين أهاليكم وذويكم بالطنطا، ونتمنى لكم مقاما طيبا، والسلام عليكم. بداية نشكركم على تلبية دعوة الحضور والمشاركة معنا في فعاليات وأشغال وعروض هذا الحدث الإعلامي الذي يبقى موعدا سنويا يحرص من خلاله فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة جريمي ونون على تكريس سنة اللقاء والتواصل مع عدد من الفاعلين والمتدخلين في الحقل الإعلامي. مشاركتي في هذا النشاط المهم في مدينة طنطان بجهة قلميم ودنون بالصحراء المغربية يمثل بطبيعة الحال مصدر سعادة واعتزاز نظرا لما تعرفه الصحراء المغربية من نمو ودينامية كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ومشاركة الساكنة المحلية في مختلف الأنشطة، وأيضا البنيات التحتية التي تتوفر عليها المنطقة بما فيها المركز الذي طبعا احتضن هذا النشاط. وأتصور بأن تنظيم هذا اللقاء بخصوص الإرث الذي سيخلفه تنظيم مونديال 2030 بالمملكة المغربية طبعا بالشراكة مع كل من إسبانيا والبرتغال أكيد فتح يعني الكثير من يعني الآفاق فيما يتعلق بالنقاش حول هذا الموضوع، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي أو فيما يتعلق بتعزيز سمعة المملكة المغربية كبلد محتضن. تفصلنا 6 سنوات بكل تأكيد هي سنوات للعمل، سنوات لبناء يعني مختلف المعطيات الضرورية لاستقبال زوار المملكة المغربية، وكذلك يعني تصور ما بعد 2030، لأنه بكل تأكيد هناك أوراش مرتبطة بالبنية التحتية، بتعزيز الجاذبية، بتعزيز القدرة التنافسية للمملكة المغربية. لا شك بأنه ليس فقط البعد الريادي والبعد الإعلامي البعدين الوحيدين لتنظيم مونديال 2030، بل هناك أبعاد أخرى ستعزز بطبيعة الحال مكانة المملكة المغربية. وبالتأكيد أن هذا الموضوع هو موضوع سيادي نظرا لما يحظى يعني به من عناية لدى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، طبعا منذ أن زف إعلان تنظيم المونديال، وكذلك الخطوات التي تبعت ذلك من اجتماعات لتنسيق الجهود وتحقيق يعني وحدة التدخلات والالتقائية. وبالتالي أتصور بأن المغرب يدخل مرحلة نهضة شاملة ستصل ثمارها بكل تأكيد لجهة قلميم ودنون التي لن تكون بعيدة عن أجواء المونديال، أجواء مونديال 2030. وكذلك أن المغرب أصبح اليوم ضمن نادي دول المستقبل التي تنظر إلى الأمام في أفق 2030. إذن المونديال هو أفق للتفكير، أفق للتحليل، وأفق لمعرفة ماذا سيربح المغرب، ماذا سيستفيد المغرب، وكيف سيكون المغرب بعد 2030. أكيد بأن طموحنا ويعني يقيننا بأنه سيكون مغرب الغد أفضل من مغرب اليوم بكل تأكيد. سعيد جدا أن أكون بينكم هنا في مدينة طنطان الغالية
وسعيد جدا بالمشاركة في هذه الندوة وفي فعاليات جائزة وادنون الوطنية الكبرى للصحافة والإعلام. وأعتقد الموضوع الذي تم تدرسه اليوم في هذا الصباح في هذه الجلسة موضوع في غاية الأهمية، لأن المغرب مقبل على تحدي كبير وهو تنظيم كأس العالم بشراكة مع إسبانيا والبرتغال. وأعتقد أن المغرب الآن يستعد بشكل جاد وعلى قدم وساق لهذا الحدث العالمي. لكن ما يهمنا نحن كإعلاميين وهو أن نكون نحن أيضا في المستوى، وأن نكون أيضا مستعدين لمواكبة هذا الحدث وتغطيته بما يليق باسم المغرب وبما يليق أيضا بحدث عالمي من هذا المستوى. وأنا على يقين أننا نملك من القدرات والكفاءات ما قد يمكننا إن شاء الله بإذن الله تعالى من أن نكون عند مستوى التحدي. لكن يبقى التحدي الأكبر وهو المدة الزمنية الباقية الآن أمامنا حوالي أقل من 6 سنوات تقريبا، لكنها زمن ضيق جدا للنهوض بالإعلام وأيضا لكي نكون مستعدين بالمستوى الذي يجعلنا يعني في مستوى شركائنا البرتغال وإسبانيا الذين لهم باع أيضا في مجال التغطيات الإعلامية الرياضية. أتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى أن نكون في المستوى، وأن يكون أيضا القيمون على الإعلام في مستوى أيضا لرسم استراتيجية إعلامية مغربية تنهض بالإعلام الرياضي المغربي وبالإعلام عامة، لنكون إن شاء الله بإذن الله تعالى في الموعد في أفق 2030.